فيلمنا بيبدأ مع مايلز طالب في أكاديمية بروكلين، وكان على وشك الانتقال لمدرسة للمتفوقين. مايلز علاقته مع باباه جيف ما كانتش كويسة، ما كانش بيحب يكلمه كتير. جيف ومايك وهما في العربية كانوا بيسمعوا ان في هزة ارضية وسبايدر مان عايز يعرف ايه سببها. جيف ما كانش بيحب سبايدر مان عشان كان شايف انه بيعمل كل حاجة براحته ومش عليه اي سلطة، وكمان مخبي وشه ومش حد عارف هو مين. مايلز ما كانش حابب مدرسته، كان عايز يرجع مدرسته القديمة، عشان كده كان بيعتمد ان هو يحل غلط في الامتحانات عشان يجيب صفر ويمشوه. المدرسة بتقوله ده انت لو غمضت عينك مش هتجيب صفر، ممكن تحل 50% منهم صح، انت عارف كل الاجابات الصح وبتحل عكسها. مايلز راح يشوف عمه، وعمه قال له انا هوديك مكان تعرف ترسم فيه براحتك من غير ما باباك يعرف. راح نفق المترو وبدأ يرسم على الحيطة. مايلز خلص الرسمة وجه صورها، العنكبوت طلع من هدومه وقرص ايده وضربه ورماه، لكنه مهتمش بالموضوع ورجع ينام. لما صحي راح المدرسة، واقف مع زميلته أندا بيتعرف عليها، حاطط ايده على كتفها، ولما جه يشيل ايده لزقت في شعرها، فاضطر ان هما يقصوا شعرها من ايده. مايلز خرج ومش فاهم اي حاجة، وهو ماشي لقى الامن بيقوله انت خرجت من السكن ليه. مايلز جري منه واستخبى في اوضة، بس لقى ايده ورجله بيلزقوا في حاجة، مرة في الباب ومرة في الحيطة لحد ما وقع من الشباك، لكنه منزلش على الارض. رجله لزقت على الحيطة وبقى ماشي عليها لحد ما قدر يوصل لاوضته، ولزقت في ايده مجلة سبايدر مان. وقال لنفسه لا مش ممكن، مفيش غير سبايدر مان واحد بس. كلم عمه عشان يعرفه، لكن عمه كان عنده شغل بره المدينة ومش بيرد على اي حد. مايلز راح المكان اللي كان بيرسم فيه امبارح عشان يشوف العنكبوت اللي قرصه، ولقى عنكبوت عادي. جاي يمشي سمع صوت عالي، لقى سبايدر مان وجرين بيضربوا في بعض، وسبايدر مان بيقول له ما ينفعش تفتح بوابة زمن جديدة، كده هتدمر العالم. بس جرين جوبلين كمل ضرب فيه. مايلز طلع يجري لحد ما لقى جهاز ضخم، الجهاز ده بينقل الناس من مكان لمكان تاني ومن زمن لزمن. سبايدر مان بقى لحقه وقال له انت زيي، انا كنت مفكر انا الوحيد اللي في العالم. قال له انا مش عايزه ابقى زيك. سبايدر مان قال له انت ما عندكش اختيار تاني، لازم تساعدني وانا هعلمك مهارات جديده، ولازم ندمر الآلة قبل ما نفقد التواصل الزمني والمكاني. سبايدر مان راح يفجر الآلة بالمفتاح اللي معاه، بس براولر جه ومنعه ورماه بعيد، وجرين جوبلين داس عليه برجله. قال سبايدر مان ايه رايك في الجهاز بتاعي؟ كلفني ثروة ضخمة. بعدها شغل الجهاز وبدأت أشعة تطلع منه، لكن حديدة بتقع على راس جرين جوبلين. سبايدر مان جري وجرين جوبلين راح وراه، مسكه وحطه قدام الأشعة، وسمع ناس بيقولوا احنا فين. بعدها حصل انفجار والنور اتقطع من المدينة بالكامل وجرين جوبلين مات. مايلز راح يطمن على سبايدر مان اللي كان شكله مرهق ومش قادر يقوم. سبايدر مان اداله مفتاح وقال له ده اللي يقدر يوقف الجهاز عشان تقدر تنقذ عيلتك. مايلز بيسمع صوت حد جاي بيستخبى، كينج بينج بيوصل، وسبايدر مان قال له اللي انت عايز تعمله ده ممكن يعمل ثقب اسوأ يدمر العالم. مش عايز تعرف انا شفت ايه لما كنت عند الاشعه في الجهاز؟ انا عايز انت عايز ترجع مين؟ بس مش هينفع، خلاص هما ماتوا. كينج بين اتعصب وضربه بوكس بايديه الاتنين وقدر يقتل سبايدر مان. ساعتها سمعوا صوت مايلز، راولر راح وراه عشان يمسكه، لكن مايلز خرج من نفق واستخبى في الشارع، وبراولر طلع ملقاش ليه اي اثر، خد الموتوسيكل بتاعه ومشي. التلفزيون كله نقل خبر موت سبايدر مان، وان سبايدر مان في الحقيقه هو بيتر باركر، والناس كلها كانت محبطه وحزينه. مايلز كان عايز يتدرب على مهاره سبايدر مان لكنه كان متردد، وحتى لما حاول فشل، والمفتاح اللي اخده من سبايدر مان اتكسر منه. راح عند قبر سبايدر مان وقال له انا اسف، انا بوظت المفتاح، انا مش هو الشخص المناسب. وهو واقف لقى حد جه من وراه. مايلز خاف، ولما حط ايده عليه كهربه واغمى عليه وطلع من ايده خيوط مسكت في مايلز. جه يبص عليه ولقاه بيتر باركر، بس شعره بني وعنده كرش. الراجل ده هو بيتر باركر، جه من المستقبل بسبب آلة الزمن. في العالم بتاعه العمة ميتة وهو سايب صاحبته، وبقى كاره فكرة سبايدر مان، وقضي طول اليوم في اكل البيتزا لحد ما طلع له كرش. وفجأة ظهرت جنبه حفرة وخدته، ولقى نفسه في نيويورك بس الاماكن متغيرة، ولقى الناس بتقول انه ميت. البوليس جه، مايلز شال باركر وطلع بيه يجري، خده على سكن بتاعه وكتفه وقال له انت ازاي شبه بيتر باركر؟ قال له انا بيتر باركر. مايلز قال له بيتر باركر مات، انت شكلك اكبر منه في السن وكمان جسمك مختلف، انت شكلك من عالم موازي، علمني زي ما سبايدر مان كان هيعلمني قبل ما يموت. قال له اول درس هعلمهولك ركز مع الايد. بيتر بيفك نفسه وبيلزق مايلز وبيهرب من الشباك، وهو نازل جسمه اهتز اكنه كهرب. بيتر قال لمايلز انا ما عنديش وقت اعلمك حاجه، خليك طفل طبيعي احلى. مايلز قال له مفيش قدامي حل تاني، كينج بين عايز يقتلني وعايز يدمر العالم بالجهاز التصادم اللي معاه. بيتر قال له فين الجهاز ده؟ قال له في برج فيسك. بيتر كان عايز يروح هناك بس مايلز قال له مش هتعرف عشان انا اللي معايا المفتاح. بيتر خطفه منه ولقاه مكسور، قال له ممكن نعمل واحد غيره عشان ننقذ الناس. بيتر قال له مش فارق معايا وراح ماشي، لكنه غير رايه وقال له خلاص انا هساعدك. بيتر ومايلز راحوا عند شركه كينج بين. بيتر دخل وخلى مايلز استنى بره، بس لما مايلز شاف كينج بين وصل راح عشان يقول لبيتر، ولما دخلوا شافوا كينج بين وهو بيكلم دكتوره اوليفيا، وشافوا الباسورد بتاع الجهاز.
لما خرجوا بيتر نزل وفتح الكمبيوتر. مايلز ايده لزقت في السقف، ولما حاول يفلتها وقع على كرسي وكسره وعمل صوت. مايلز اختفى وبيتر ما كانش قادر يشوفه. مايلز عنده القدره انه يخفي نفسه، لكن بيتر قال له على الباسورد. اوليفيا دخلت عليهم، شافت بيتر ما كانتش مصدقه، حطته على كرسي وكتفته وخدت عينه من اللعاب وحللتها ولقت خلايا جسمه بتموت. قالوا لو فضلت هنا جسمك هيتحلل ويموت. مايلز خد الكمبيوتر وهو مختفي وجري بيه. اوليفيا قالت له انت عارف اسمي بالكامل؟ قالت له انا اسمي اوليفيا اكتافيوس، وخرجت المجسات من ظهرها. بيتر ضربها وجرى. مايلز وهو بيجري خبط في زميلته واندا، لكنه كمل جري بسرعه لانه اكتافيوس جت وراهم. ولقوا نفسهم قدام العلماء اللي شغالين في شركه. اول ما شافوهم طلعوا المسدسات وبداوا ضرب فيهم، وبيتر ومايلز كملوا جري. بيتر كان بينط على الشجر ومايلز كان بيجري على الارض لحد ما جت اوكتافيوس وكانت هتمسك مايلز، لكنه اخيرا قدر يخرج الخيوط منه وينط على الشجر. فجاه بيتر وقع واوكتافيوس خد منه الكمبيوتر، بس سبايدر وومن بتظهر وبتضرب اوكتافيوس وبتربطها في الحيطه وبتاخد منها الكمبيوتر. ولما قلعت القناع بتظهر انها واندا جايه من زمن تاني، وهي كانت زميله بيتر باركر لحد ما مات، وهي كانت الوحيده اللي بتحمي المدينه. حصل لها حاجه غريبه، دخلت مدرسه مايلز عشان تعرف ايه اللي بيحصل. بيتر وجوين ومايلز هربوا قبل ما الحراس يمسكوهم، وكينج بين افتكر زمان لما كان بيحارب سبايدر مان ومراته وابنه دخلوا شافوه، ما كانوش مصدقين ان هو مجرم وخدوا العربيه وهربوا، لكن عملوا حادثه وماتوا. وكينج بين بيحاول كل ده انه يجيبهم من عالم تاني. اوكتافيوس رجعت وقالت له في 3 من سبايدر مان لازم نموتهم قبل ما نشغل الجهاز عشان نعرف نرجع عيلتك. بيتر وجوين ومايلز راحوا لعمة ماي اول ما شافت بيتر اتخضت، بس قالت له انا عارفه ان انت جاي من زمن تاني. مايلز قال لها عايزين نعمل مفتاح زي ده. قالت له تعال نروح مكان سري تحت البيت، وكان في بدل سبايدر مان ومعداته، وعرفوا هناك ان مش هما اللي جم من زمن تاني، في كمان سبايدر مان وده سبايدر مان من الحرب العالميه التانية، وسبايدر مان كوميكس، وميني باركر وبيت بتاعها، وده سبايدر مان من المستقبل. كلهم وصلوا هنا بسبب الجهاز بتاع كينج بين وعايزين يرجعوا عالمهم، بس لازم حد يقعد عشان يفجر الجهاز بعد ما يرجعوا. مايلز قال لهم ما ينفعش حد منكم يقعد هنا، انا اللي هرجعكم وهدمر الجهاز. سبايدر مان قال له انت مين اساسا؟ بيتر قال له ده مايلز وعنده قدرات، بيقدر يخفي نفسه ويطلع كهرباء من جسمه ويصعق اي حد، وهيوريكم دلوقتي. وريهم يا مايلز يلا. مايلز معرفش يعمل اي حاجه. سبايدر مان قال له كينج بين هيبعت رجاله اقوياء هتقدر عليهم، وراح ضرب مايلز ومعرفش يدافع عن نفسه. كلهم اتفقوا ان مايلز ما عندوش القوه انه يحارب كينج بين ويرجعهم. مايلز زعل وخفى نفسه ورجع للسكن. هناك براول جه عشان يدور عليه. مايلز استخبى ورا شاشه وخفى نفسه. براول ما قدرش يشوفه، قلع القناع وطلع انه عمه ايرون. مايلز اول ما شافه طلع يجري. ايرون سمع صوته. مايلز قدر يهرب منه وسط العربيات. بيني باركر قدرت تعمل مفتاح تاني. مايلز رجع لغرفة ماي وقال لهم ان براولر هو عمه ايرون وكمان شغال مع كينج بين وقدرت اهرب منه. بيتر قال له انت متاكد انت هربت منهم؟ وفاجئوا لقوا اوكتافيوس وبراولر وباقي الشله دخل عليهم، وبدات المواجهه بينهم وبداوا يضربوا في بعض. مايلز خد المفتاح وجري بيه وبراولر وراه لحد ما طلع السطح. براولر مسكه من رقبته وقال له خلاص مش هتعرف تهرب تاني. مايلز قلع القناع، وايرون لما شافه اتفاجئ وما كانش عارف يعمل ايه. كينج بين قال له موته. ايرون لبس مايلز القناع وسابه. كينج بين ضربه بالمسدس وكان لسه هيقتل مايلز، لكن خد عمه هرب ومشي بعيد ونزل بيه على الارض وقال له انا السبب. ايرون قال له انا اسف، انت كنت معجب بيا وانا كدبت عليك، انت احسن واحد فينا، كمل في طريقك لحد ما تنجح. وايرون بيموت ومايلز قعد يعيط عليه. في نفس الوقت بابا جيف جه وقال له ارفع ايدك ولف. مايلز اختفى وهرب. جيف لقى جثة اخوه قدامه، بدأ يبكي وبعدها اعلن ان سبايدر مان قتل واحد ولازم نقبض عليه. مايلز رجع ساكن وهو متعصب. فرقة العناكب وصلت وقالت له ما تزعلش، كلنا فقدنا ناس غاليين علينا، ولازم تعرف انك مش هتعرف تنقذ كل الناس. وكلهم ودعوا مايلز. وبيتر قال له انا هفضل معاك. قال له انت لازم ترجع العالم بتاعك. بيتر قال له انا اللي هرجعهم وادمر الجهاز. مايلز رفض وقال له ده مش عادل، انت كده هتموت، انا اللي هرجعهم. بيتر ضربه ومسكه من هدومه وقال له صعقني بالكهرباء واختفى. مايلز مرضيش يعمل حاجه. بيتر قال له انت مش قادر تتحكم في قوتك. بيتر كتفه الكرسي وخد منه المفتاح. مايلز قال له هعرف ازاي ان بقيت جاهز؟ قال له مش هتعرف. قال له الموضوع ده مجرد ايمان بالنفس. وبيفضل ماشي مع باقي العناكب. جيف بابا جاله السكن وكلمه من بره الباب وقال له عمك ما انا كنت عايزه اقولك اني بحبك ومؤمن بيك، ممكن تكلمني لما تعوز. مايلز عرف يعمل كهرباء في جسمه وفك نفسه وراح خد بدله من بتوع سبايدر مان من عند العمه مي وكمان لونها باللون الاسود. فرقة العناكب راحت عند الشركة ولقوا كينج بين عامل حفلة وداع لسبايدر مان. نزلوا عند الجهاز ولقوا كينج بين بيشغله. بيتر راح بالمفتاح عشان يوقفه بس اوكتافيوس جت ومنعته، لكن فجأة لقت حد بيضرب فيها والشخص ده كان مايلز وهو مختفي. بيتر قال له انا فخور بيك، وبدأوا هما الاتنين يضربوا اوكتافيوس. والأشعة بتاعة الجهاز طلع منها عربيات وبيوت جاية من أبعاد تانية.
سكوربون ضرب الروبوت بتاع ميني باركر وكسر رجله بالازاز. سبايدر مان جه عشان يلحقها. سبون قال له انت مجرد رسوم متحركه. سبايدر مان هام ضربه بالشاكوش دوخه، وجا سبايدر مان نور وخلص عليه. في عربيه جت طيرتها. مايلز خد المفتاح وحطه في الجهاز وفتح بوابه زمن لكل واحد فيهم وودعهم ورجعوا ما عدا بيتر اللي جاي يرجع. كينج بين قال له مش هتروح في اي حته. بيتر قال لمايلز انا هستنى معاك. قال له لا، لازم ترجع قبل ما تموت، وزقه بالعافيه وخلاه يرجع. بدت المواجهه بين مايلز وكينج بين. كينج بين ضرب الارض برجله، كسر الازاز وطلع مسدس وضربه على مايلز، بس خده منه ونط على قطر كان معدي فوقه. كينج بين قعد يضرب فيه ومسكه لحد ما شاف عيلته اللي مات بدأت تظهر في أشعة الجهاز. وتكرر نفس الماضي وهم شايفين كينج بين المجرم بيضرب سبايدر مان. وراح ساب مايلز اللي طلع فوق القطر. كينج بين طلع وراه وضربه ومسك عربية ورماها عليه. جيف وصل في الوقت ده وشافهم، وكينج بين قال له سبايدر مان الحقيقي ما قدرش عليا وانت مجرد نكرة. كينج بين ضربه بوكسه على الارض وقال له مش هتشوف عيلتك تاني. مايلز ما كانش قادر يتحرك من التعب، بس لما بص على باباه لقى بيقول له قوم يا سبايدر مان. مايلز قام بالعافية وقال لكينج بين انا هفضل مع عيلتي على طول، وحط ايده على كتفه وصعقه بالكهرباء وراح ماسكه بالخيوط ورماه على الزرار اللي كان بيوقف الجهاز. والأشعة وقفت وكل حاجة رجعت جوه الجهاز وانفجر. البلوز قبض على رجالة كينج بين. ومايلز كلم باباه على الموبايل. قال له عمك مات. قال له ما انا عارف، بس تعرف مين موته؟ قال له كنت فاكر نفسي عارف بس طلعت غلط. قال له انا عارف ان في طار بيني وبينك، بس بعد كده هعاملك احسن. مايلز لبس القناع وراح لباباه. قال له انا بحبك. جيف كان مستغرب. قال له انا عايز اشتغل معاك. جيف قال له انا مش بحب اساليبك بس موافق. مايلز قال له بص وراه لقى كينج بين متعلق على عمارة والبوليس قبض عليه. ومايلز بقى هو سبايدر مان الرسمي للعالم ده. وبس كده، ده كان كل اللي عندنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.